بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله. وحشتوني كتير كتير، بقالي أكتر من شهر مصورتش معاكم ولا فيديو. ادعولي بقى لأني تعبانة جدا، وكنت قاعدة شوية عند ماما وشوية كنت قاعدة في بيت حماتي، فكنت سايبة الدنيا تضرب تقلب في بيتي. وبرضو رحت انا لوحدي عند ماما بنتي كام يوم كده، اقل من اسبوع يعني، وكنت سايبة في البيت يعني لجوزي لوحده، فعمل عمايل صعبة. مش عارفة اعمل ايه في البيت، يعني انا كنت سايبة البيت بالحالة دي. كمان بقى ايه، جاي علينا الشتاء، نعمل كده تنظيفات الشتاء، ننضف تنظيف عميق، ننزل الستاير بقى. طبعا التراب هو فاتح الستارة بتاعة البلكونة، ستاير البلكونة، فبالتالي كل التراب بيدخل لي جوه. فالستاير حتى لونها غامقة، مطرح ما هو فات يعني كان بيفطر وكده، برضو الحاجة موجودة. اللعب والحاجة مقلوبة على السرير. في غسيل انا كنت سايباه، هو كتر الف خيره اللي هو لمهولي من البلكونه وحطولي بالطريقه دي، فانا هدخله اوضه النوم وهطبقه. الدواسه اللي في الارض دي مش نظيفه، دي انا بغسلها، يعني انا عاملاها على ايدي، بحطها اوام في الغساله يعني دوره كده في الغساله بتنضف وبتبقى زي الفل. السجاده اللي في الارض عايز تتشال، متبهدله عايز تتغسل، برضو هغسلها واشيلها ان شاء الله على العيد باذن الله. السجاده بتاعت السفره برضو هشيلها، وبرضو عايز تتغسل. هحط حاجه تانية بديل ليها، لان السفره يعني انتوا عارفين ان المطبخ مفتوح على السفرة وعلى البلكونة، فبالتالي بيبقى مثلا البلكونة فيها تراب فيها حاجة، بدخل على السجادة. المطبخ برضو يعني هي اكتر سجادة متبهدلة. الصالون معايا متبهدل شوية، بس يعني نوعا ما نضيف، مفهوش حاجة كتير، هو يدوبك بس عايزة اغير كده في النظام. هكنسه بالمكنسه بالكهرباء هيرجع زي الفل، وهنمسح النيش مفيهوش حاجه. هنا بقى كده نستعين بالله ونسمي الله ونروحوا هنشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجه كده شيلت كل الحاجات اللي كانت موجوده على الكومودينو، من كوبايات لازايز لعب، اللي هي اللعب دي برضو شلتها كده في الدولاب. شلت كل الطقمين دول. الطقم اللي كان على السرير ده كان نضيف، بس قلت برضو ما دام بقى انا هفرش حاجات نضيفه فاشيله. هنا كان ايام لما كنت بنزل حاجه من عند والدتي، فكانوا ملبسلي الخداديات، اكياس المخدات دي، فهي برضو متبهدله مطرح ما كانوا بيشيلوا بيطلعوا العفش وكده، فبرضو بالتالي هغسلها وهشيلها لما اجي افرش الطقمه بتاعتها، هبقى افرشها معاها. المهم برضو اكتر حاجه بجد غلبتني النهارده هي الشباك تحت السرير، يعني مفيش فراغ ان هو يدخل اي حاجه تحت السرير، بس برضو كان فيه هبو كده فظيع. المهم طلعت بقى المخدات دي كده البلكونه، كانت الشمس حلوه جدا، قلبت بقى كده السراير وبدات ان انا اشيل السجاده او المشايه ما بين السريرين دي، نفضتها وطوحتها من الشباك على البلكونه. تمام، هو الشباك بيبص على البلكونه. طلعت بقى على الكومودينو وشلت الماسوره بتاعه الستاير وهفك الستاير انا كنت اخر مره غسلاها على العيد، فبجد اوحش حاجه سواء في الدور اللي هو بيبقى اول دور او اخر دور التراب. هو عموما يعني التراب فظيع، كمان عشان انا قريب مني اراضي كده زراعيه وبيبنوا كوبري وكده، فالتراب في الجو بشع. المهم بقى طلعت كده الستاير بره، وفكيت كمان ستاير كلها بتاعت الشقه، فكيت بتاعت السفره
وفكيت بتاعه اوضه النوم بتاعه الصالون نضيفه، ان انا قافله الصالون يعني ما فيش حد بيجي لي اصلا، وقافله الشباك بتاع الصالون فما فيهوش تراب، فالستاره بتاعه الصالون نضيفه. لكن السفره شلت الستاير بتاعتها، اوضه الاطفال شلت الستاير بتاعتها، واوضه النوم برضو شلت الستاير بتاعتها. نرجع بقى هنا كده المرجوعنا، فضيت تحت السرير خالص وهبتدي ان انا اكنس، ولميت التراب بالجاروف. هجيب بقى كده، جبت سبونشة نضيفة وشوية كلور بشوية برسيل صغيرين، وبدأت ان انا اغسل الحيطة عندي بيضة، فاي حاجة بطفي النور، ايدي عرقانة، اي حاجة في ساعتها الحيطة بتتبهدل، وكان منظرها يعني انتم ممكن هنا مش شايفين ان هي بيضة نضيفة، لا هي بجد كانت متبهدلة. جبت بقى حتة فوطة كده برضو نضيفة ناشفة، بدأت ان انا انشف بيها، والسبونشة دي صراحة بتشيل اي حاجة في الحيطة. انا هنا عندي الحيطان مش زيت، انا عندي بلاستيك بس اللي هو فيه نص لمعة ده، فبيستحمل معايا السبونشة. لكن لو انا كنت عامله الحيطة اللي هي البلاستيك دي ما ينفعش ان انا كنت اغسلها كده او ان انا امشي عليها سبونشة. تمام. اوضه النوم برضو عايزه اعمل من ناحيه بس كباس النور، الكبس بتاع النور برضو عايزه ان انا امسحه، بس برضو تحت السرير في اوضه النوم مش هشيل تحت السرير، ان انا كنت عاملاه من قريب، هو يا دوبك بس السجاد عايز يتشال، مش هقدر اشيل السجاده اللي تحت السراحه، لكن هشيل السجاده المشايات اللي ما بين السرير والسرير الناحيه التانية، دول ان شاء الله هغسلهم. بس كده. المهم بقى كده زقيت السرير وبدأت ان انا امسح من وراه. هنا انا عامله ميه بكلور، طبعا لو حد متابعني هيستغرب ان انا الجردن اللي انا كنت جايباه بالشرشوبه بتاعتي للاسف انا كسرته اتعفيت عليه، فاضطريت ان انا اروح اجيب اللي هو ده، برضه هي يعني ايه مقضيه الواجب يعني صراحه، وبتمسح كويس، بس اهم حاجه ان انتي تكنسي كويس، تكنسي التراب كويس وبعد كده تسيبيها بتبقى حلوه. رحت بقى هنا على الشباك، بدأت ان انا امسحه الاول كده ونفضته من التراب، وبعد كده بدأت بقى ان انا اعمله بالسبونشة برضو والفوطة، جبت برضو فوطة بدأت ان انا اعمل السلك ده كان معبي تراب، ومن بره الشيش طلعت بقى من بره، بس انا فصلت الكاميرا، طلعت بقى عشان كان بهدله يعني، فصلت طلعت من بره، مسكت الشيش وبدأت ان انا ادعكه بالسبونشة كويس جدا، وبعد كده بقى فتحت الخرطوم، انا عندي حنفية في البلكونة، شغلت الخرطوم كده وبدأت ان انا اغسل الشيش غسلة تمام. نشفت بقى كده الدنيا وبدأت ان انا امسحه، وبدأت ان انا انشفه كويس لو في اي اتربه او حاجه، وبعد كده قفلته، مش هفتحه بقى من غير شر تاني عشان التراب اللي بيدخل لي ده. بس حطيت بقى قبل ما اقفل الشيش كده حطيت حته قماشه ان هي برضو تمنع لي اي تراب ان هو يدخل لي، لان في تراب بيدخل لي كتير جدا. تمام. هنا بقى كده معلش انا مسرعه الفيديو لان الفيديو طول مني جدا. هنا بقى انا كنت قفلت الشيش، قفلت الشباك خلاص، وقفلت لميت كمان السرير الاولاني، سيقت من تحتيه وشلت حطيت الحاجه تاني، وحطيت الالواح، حطيت الكراتين اللي انا حطاها تحت المراتب. هروح بقى على السرير التاني نفس اللي عملته في الاولاني، برضو هعمل في السرير التاني كده، برضو مسحت الحيطه الاول، مسحت السرير كويس، مسحت اللي هي الايات القرآنية اللي متعلقة على الحيطة دي كانت فيها كده تراب، بس للأسف برضو معرفتش اظبطها، فلما يجي مصطفى هخليه يظبطها لي، انا معرفتش اظبطها. رجعت كمان الشاشة كده لورا، وهبتدي بقى ان انا برضو امسح الارض كده، انا كنستها ولميت التراب، همسح بقى كده الارض، وبعد كده هنشفها، هسيبها تنشف واحط الحاجة والم كده الدنيا. طبعا انا كان نفسي اطلع المروحه بره، بس الجو ان انا ما قدرتش ان انا اطلع المروحه بره. طلعت بقى كده ملايتين نضاف
هبتدي كده افرشهم على السرير. انا برضو يعني انا بغسل الستاير وشايله السجاد، هغسل السجاد وكده، بس برضو ما ينفعش ان انا اسيب المراتب من غير ملايات او حاجه. برضو حبيت ادخل ان انا انام فيها، ان هي بتبقى رطبه شويه عن اوضه النوم، لو حبيت ادخل انام فيها ولا حاجه ممكن ادخل انام فيها، برضو تبقى نظيفة. عطرتها برضو، حطيت كده اكياس المخدات. اوحش حاجة بقى في المخدات هنا ان لسه اكياس المخدات المخدات لسه يعني بخيرها زي ما بيقولوا مليانة قطن، والكياس المخدات ضيقة شوية. دوخوني عبال لما دخلوا، بجد تعبت يعني، طلع روحي عقبال ما بدأت ان انا البس الكيس كويس بتاع المخدة. ماشي، هروح بقى التاني كده. يعني يا ريت التصوير، يا ريت الحاجه تخلص كده بسرعه. عملت برضو السرير التاني، برضو فرشته. رحت بقى على مش عارفه اسمه ايه ده، المهم ده السماعات دي مسحتها كويس، ومسحت اللي هي السريحه اللي عليها. كانت برضو مليانه تراب كده، بس هي متوصله بتوصيلات، فانا مرضتش اشيل التوصيلات دي عشان ما اتلخبطش، فقلت مره تانية هخليه هو يشيلها، وامسحها كويس. المهم بدأت بقى كده ان انا ارجعهم كده، ورفعتهم على الارض، رفعتهم من على الارض عشان همسح الارض يعني. طلعت برضو ترابيزه المكوى دي، طلعتها بره. بدأت بقى كده امسح من تحت السراحة دي، سراحة صغننة، طلعت مسحت من تحتيها، وطلعت البف كده حطيته على السرير. انا البف انا كنت مسحاه ما فيهوش اي حاجة. بدأت بقى ان انا كده امسح، ويعني الكلور خلى الارض بتلمع. رحت بقى كده على الدولاب، بدأت ان انا امسح المراية، سواء عند الجرانين او المناديل بتاعه المطبخ دي، بجد بتبقى حلوة جدا، بتلمع كده المرايات، بتدي بريق حلو. رحت برضو على الناحية بتاعه الخشب دي، وحاطه كده جلانس على الخشب، بدأت ان انا امسحه كده ولمعه. بس عملت بقى كده الدنيا، خليت الدنيا زي الفل، كنست الارض الاول، وبعد كده هروح بقى امسح الارض كويس جدا. لميت التراب الاول، وبعد كده بقى هروح المعها كده. انا خلصت الاوضه الحمد لله، فاضل بس على فرش السجاده وفرش الستاير. برضو اللهم الهمنا بالشهاده. برضو وانا بفرش برضو حدي تلميعه كده للسراير تاني، حدي تلميعه للدولاب تاني. النجفه عايزه امسحها كده باللي هي الريشه دي. الصراحه الريشه دي مش عندي، عايزه برضو اجيبها كده وامسحها، اخليها عندي يعني في الحتت اللي هي بتكون عاليه عليا، بتجيب من الاخر. هنا بقى خليت الدنيا كده زي الفل، فاضل زي ما بقول لكم على الفرش بس كده. هنا بقى رحت قلت اعمل حاجه حلوه. صراحه عندي فاكهه، وانا الايام دي مش جايه معايا فاكهه، ما اعرفش، فقلت اعمل صينيه جاتو شاتو. حطيت مقاديرها، هي بتبقى نص كاكاو خام اللي هو مش ما يكونش محلى، وكوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايه سكر. كل الكوبايات بتبقى نفس المعيار، والكاكاو كمان بس بتكون نص كوبايه. تمام، ضربتهم كده في الخلاط كلهم مع بعض، عملت معايا صوص شوكولاته تقيل. انت بس تفضلي حركي كده الخلاط بايدك بالسباتيولا هيمشي معاكي. بعد كده بتشيلي منه كوبايه على جنب. انا شلت كده كوبايه، حطيت كمان 1 نسكافيه. النسكافيه لو عندك معلقه نسكافيه، عندك معلقه قهوه، بتعزز من طعم الصوص بتاع الشوكولاته كويس جدا. لو انت مش متاكده من نوع الكاكاو ان هو يكون حلو، تمام، يعني خطوه النسكافيه دي اختياري، انت عايزه حطي، مش عايزه تحطي برضو براحتك. المهم كده خدت كوبايه بقى خلاص. رحت بقى كسرت بيضتين، وحطيت فانيليا عشان الزفاره بتاعه البيض، وحطيت ممكن تحطي برضو خل، بس انا حطيت يعني بكون فانيليا. وحطيت الصوص كان معايا برضو لسه تقيل مع البيض، زودتهم بس شويه لبن صغيرين. رحت جبت كوبايه دقيق،
منخلتها كده وحطيت عليها 1 بيكنج باودر. هفضي بقى عليها البيكنج باودر كده، وهنزل بالخليط على الدقيق، وهضربه في اتجاه واحد كويس جدا، واتاكد ان مفيش اي كتيلات او اي حاجه. بجد طعمها حلو جدا، سهله وسريعه، ما خدتش معايا 10 دقايق في الفرن. ممكن تعمليها لو حد جايلك، تعمليها في عزومه، بجد كأنها ممكن تزوقيها لو عندك فاكهه، فراوله، موز، كأنها كده كيكه. ممكن تعمليها طبقات، تقسميها وتعمليها طبقات. اللهم الهمنا بالشهاده. تحطي ما بينهم كريم جانتيه كده، تحطي عليه صوص شوكولاته، يعني هو كريم جانتيه بالكاكاو. ممكن تعمليها كأنها تورته، لانها بجد هشه جدا وطعمها حلو جدا. هنا بقى انا سبتها في الفرن، وصراحه مش عارفه اعمل غدا ايه، وكده كده مصطفى بيجي متاخر، فانا يعني طول النهار مقضيها اي حاجه في البيت، سواء فاكهه، بعمل سندوتشات جبنه، يعني مقضيه الحياه. لكن لما هو بيجي بقى بتغدى معاه، اللي هو بالليل، كانها الساعه 11 12 يعني. تمام. فانا الصراحه محتاره كل يوم اعمل اكل ايه، اعمل اكل ايه. المهم طلعت ربع لحمه مفرومه كامل من التلاجة، حطيت عليها حبة بابريكا مدخنة، معلقة ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر. تمام. بهارات حواوشي. وجبت بصلتين ضربتهم في الكبة وعليهم طماطمتين. كان نفسي يبقى عندي فلفل، بس انا عندي فلفل احمر، ومصطفى ملهوش في الحامي قوي. المهم ضربت بقى كله كده مع بعض، وبعد كده نزلت باللحمه وزودتها كمان شويه ملح. وهعمل حواوشي اللي هو في الطاسه، بس صراحه انا ما عنديش عيش، فهو جاي هيجيب العيش اللي هو الابيض الشامي ده اللي بيتباع عادي، فانا هعمله له قوام واحنا واقفين كده يعني في الطاسه. فانا بس عملت معاكم الخلطه بتاعه اللحمه، شلتها في التلاجة عبال ما هو يجي. هنا بقى كان في الوقت ده اللهم الهمنا بالشهاده، الكيكه كانت في الفرن، طلعت ما خدتش بقولكم معايا 10 دقايق. جبت كده نص كوبايه لبن، خرمتها. حطي في كوبايه اللبن دي معلقه كده عسل، ما عندكيش عسل ممكن معلقه سكر، مش عايزه براحتك. واسقي بيها الكيكه كويس، وسيبي الكيكه كده تشرب من اللبن خالص. اللبن بيديها برضو هشاشه وطريان حلو. هتنزلي عليها بقى بكوبايه الصوص بتاعه الشوكولاته. بص هو نصيحه، بس انتي برضو مش متوفر عندك خلاص، حطي اللي هو معلقه النسكافيه ده، بجد هتفرق معاكي جدا جدا في الطعم. نزلت بقى كده بالصوص وفردته على الكيكه، والمفروض ان انا احطها في التلاجة، بس انا هقطعها معاكم لان انا صراحه كنت جعانه وعايزه اكل حته. تمام. بدات ان انا كده افرد الصوص كويس، وهي اساسا الصينيه ما كانتش محتاجه ان انا ادهنها باي حاجه، لان اساسا اللهم الهمنا بالشهاده يعني مش هتلزق معايا، ما لزقتش اصلا معايا. هبتدي بقى انا اقطعها كده، تقدري اهم حاجه ان انت تقطعيها من النص كده وتسويها، هتطلع معاكي زي حته الجاتو. انت بقى يعني زي ما اي حاجه متوفره عندك تقدري زي ما بقولك تحشيها، يعني تعملي حاجتين كده مع بعض وتعملي تورتايه زي ما انت عايزه. بجد سهله، وعلى ما اعتقد ان كل مقاديرها موجوده في اي بيت، وبتخلص في ثواني. المهم هقطعها معاكم بقى كده، بجد كان طعمها حلو جدا، بتمنى ان انتوا تجربوها. ويعني هي سهله، مش حاجه اختراع ان انا عاملاها ولا حاجه، بس كده. هنا بقى كده انا بوريكم، هروح بقى اكلها. هنا كده بقى وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله في امان الله، مع السلامه.